موضوع لازم اتكلم فيه، يمكن جه في بالي من الناس اللي بتقول هو الحكم ذنبه ايه مادام ما حسبش عليك ركله جزاء ولا لغالك ركله جزاء. فالموضوع محتاج اتكلم فيه. انا امبارح كنت وحش قدام سموحه كان الافضل، كنت زي الزفت، اللعيبه كانت وحشه خالص، كان مستوايا تحت الصفر، ما عملتش هجمه على الجون، ما مسكتش الكوره وحطيتها تحت رجليا، ما عملتش اي حاجه تخص كره القدم امبارح. ولكن انا بتكلم في العموم، مش لازم الحكم يجي عليك في ركله جزاء ما يحسبها لكش، يحسب عليك ركله جزاء، الكلام ده كله. بمعنى ايه؟ مش لازم الحكم يقول لك لا ده انت ليك ركله جزاء فما صفرتش عليها. لا، انت عليك ركله جزاء حسبتها عليك، انت مش عارف ايه عملتها لك. مش لازم الحكم نفسه يكون بيجي عليك في الحاجه دي بس. مش شرط الموضوع ركله جزاء، مش شرط الحوار ركله جزاء، ولا شرط الحوار يبقى عليك ركله جزاء، لا، ولا هو ليك ولا هو عليك. ولكن الحكم ممكن يعمل معاك حاجه اخطر من كده. طب ما هو بكاري جسامه لما بيحكم ضد الاهلي او بيحكم ماتشات للاهلي في افريقيا ما بيحسبش على الاهلي ركله جزاء خالص، ولا بيظلم الاهلي في ركلات جزاء خالص. وممكن يبقى انت ليك ركله جزاء ما بيحسبها لكش، لو عليك ممكن يحسبها. من حوالي 2-3 لما كان الكارترون كان معانا، كنا بنلعب الترجي في تونس، وكان علينا ركله جزاء بتاعت سليماني اللي هو المدافع اللي هو الطويل ده، وما خدش باله منها بكاري جسامه وما كانش فيه فار وما اتحسبتش. ولكن انا بتكلم في نقطه، وارد ان الحكم يخطأ ووارد الحكم يبقى قاصد الخطأ، ولكن انا بتكلم في نقطه واحده. نقطه ايه؟ انه مش شرط الحكم يلغي لك ركله جزاء او ما يحسبلكش ركله جزاء. اي نعم بيظلمك، ولكن الحكم ممكن يعمل اخطر حاجه في الموضوع ده كله، ان هو يخنقك في اللعب. يخنقك في اللعب ازاي؟ انا دلوقتي حكم الكوره معانا، انا طبعا معايا الصفاره والكل بيقف على صفارتي. الكوره مثلا قبل بيبقى فيها شك، تيت فاول، تعمل مش عارف ايه، تيت فاول. حتى لو مش فاول، في مباراه الاهلي والمصري السنه اللي فاتت يوم ما خسرنا من مصري 1-0 في برج العرب، لما كان استاد برج العرب بايظ خالص، كان اللي ماسك المصري كان المدرب اللي هو بتاع الترجي اللي هو انيس الشعلاني او الشعباني مش فاكر. المهم محمود عاشور كان بيحكم المباراه دي. محمود عاشور تخيل لاعب الاهلي وهو لسه بيضغط، تيت فاول عليك. طب انا لسه ما ضغطتش اصلا، تيت فاول كده. مش شرط الحكم يضغطك في موضوع ركله جزاء، موضوع حاجه انذارات. محمد عبد المنعم تخيلوا 8 ماتشات في الدوري بدأوا 8 ماتشات، محمد عبد المنعم متوقف من 3 انذارات. تخيلوا، حمدي فتحي عنده انذارين، كذا حد عنده انذارات. فمش شرط الحكم يخنقك في ركله جزاء عليك، ركله جزاء مش ليك، ركله جزاء مش عارف ايه. دايما كده. لو هتاخدوا بالكم ان الاهلي دايما كراته بتاعت الفار لما الحكم بيرجع للفار ما بياخدش فيها 4 ثواني. لو في حاجه على الاهلي برضه ما بياخدش فيها حاجه وعلى طول. انا مش ببرر اللي حصل امبارح، لا، اللي حصل امبارح ده كارثه من كله، من مجلس اداره، من كابتن محمود الخطيب، من اعضاء مجلس اداره، من حق الجماهير اللي هو مش بيرجع، من حق الجماهير اللي هم بيبقى داخلين باعلام والاعلام تتمنع منها والبنرات تتمنع منها، من حق الجماهير اللي هم مش عارفين ياخدوا حقهم في الدخول، في التشجيع، في الكلام ده كله. ده مجلس اداره برضه كابتن محمود الخطيب في الصفقات اللي هو مش راضي يتم التعاقد معاها، مش راضي يدعم. جبت كام واحد انت يا كابتن محمود الخطيب؟ برونو سافيو، ومش مقتنع بيه. موضوع منتهي. لا هطبل بقى ولا هقول لا ده المفروض برونو سافيو عشان خاطر هدف السوبر يبقى ما اعرفش ايه. انا وجهه نظري في برونو سافيو مش هتتغير.
مهما والله لو وقف على راسه مش هتتغير، وكل واحد له وجهه نظر. مجلس اداره المفروض يدعم، مجلس اداره المفروض يجيب 4 لعيبه او 5 لعيبه سوبر اقل حاجه، لو مش هتجيب 6 أو 7، اقل حاجه اقل حاجه ادخل في الصفقه لازم اجيبها مهما كان. مفيش حاجه اسمها ابقى انا عامل له تارجت معين في الصفقه او في السعر، عامل له تارجت معين لا بكذا يبقى هو كذا، لا طبعا، لا طبعا. في حاجه اسمها فوضى، مفيش حاجه اسمها سقف تعاقدات، مفيش حاجه عندي اسمها سقف تعاقدات. في حاجه عندي اسمها لا اللاعب ده انا محتاجه خلاص يبقى هجيبه. مفيش حاجه اسمها لا ده انا حاطط سقف التعاقدات قد كده والمفروض اللي قد كده. حقوق الرعايه فين؟ حقوق الرعايه دي انا بعمل حقوق رعايه عشان اقدر ادعم فرقتي، عشان خاطر فرقتي تكسب وتاخد الدوري وتاخد الكاس، تروح كاس العالم للانديه، والشركات دي تستفاد بالاعلانات. الشركات دي تستفاد بالاعلانات اللي هم الرعاه. سبت مجلس اداره اروح لكولر والجهاز الفني، سيد عبد الحفيظ، سامي قمصان والباقي. سيد عبد الحفيظ، سامي قمصان، ما تعرفوش طريق العشري؟ سامي قمصان انت في الجهاز ليه؟ عشان يبقى عندك وجهه نظر، يبقى عندك على الاقل كلام تقوله. ما بتعملش انت فتره معايشه عشان تبقى قاعد وساكت، يبقى في التمرين وساكت. ما بتعملش انت فتره معايشه. مفروض يا كابتن سامي انت مع مارسيل كولر يبقى عندك وجهه نظر. وجهه نظر ازاي؟ زي وجهه النظر اللي كانت بتحصل مع اي مدرب اجنبي بيمسك النادي الاهلي باستثناء فايلر. لما كنا بنلاعب الزمالك كان دايما مؤمن زكريا ربنا يتم شفاعه على خير يبقى قاعد احتياطي دايما في الماتشات اللي قبلها، وليد سليمان بيبقى قاعد في الماتشات اللي قبلها، معرفش مين، واللاعيبه دي بتاعت ماتشات اهلي وزمالك. تخيلوا حسام البدري لما كان بيلاعب الزمالك كان بيفضل اللاعيبه دي احتياطي 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 على طول في الماتشات اللي فاتت كلها، ويجي في ماتشات الزمالك، في ماتش الزمالك بيرمي وليد سليمان في الملعب ويرمي مؤمن زكريا في الملعب. عارفين اللاعيبه دي لاعيبه اهلي وزمالك، لاعيبه ماتشات زمالك، بيعرفوا يتصرفوا في الماتشات دي. ولكن لازم سامي قمصان اقل حاجه كان يبقى عنده وجهه نظر في موضوع في طريقه التشكيل او في طريقه الخطه بتاعت مارسيل كولر. المفروض اقل حاجه يديله وجهه نظره عن طارق العشري ان هو بيلعب دفاع كذا 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 عشان خاطر يقدر يعمل التكتيك بتاعه والخطه بتاعته على طريقه طارق العشري. لو تفتكروا راجعوا الذاكره كده من سنتين، رينيه فايلر كان ماسك الاهلي، كنا بنلاعب حرس الحدود، فايلر ماسك الاهلي ضد حرس الحدود، وحرس الحدود كان طارق العشري كان بيدافع برضه، رينيه فايلر الشوط الاول كان بيلعب على الاطراف، لقى الدنيا مقفله، لا الاطراف تطلع مش عايزكم خلاص، الفيرود اطلع بره، انزل لي نص ملعب، صوب شوط. كسبنا الماتش ده بتصويبه عمرو السوليه لو تفتكروا في استاد القاهره. راجعوا وشوفوا كلامي صح ولا غلط. المفروض سامي قمصان يبقى على اقل حاجه لازم يتدخل في الموضوع ده، لا ده طريقه طارق العشري كذا 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 كذا، المفروض احنا نعمل كذا. مش عيب لما تشارك، ومش عيب لما تتكلم، ومش عيب ما دام انت عضو من اعضاء الجهاز لازم تتكلم، لازم تقول ان المدرب ده طريقه لعبه كذا، بيقفل كذا، بيعمل كذا، يبقى هنلعب كذا. لا دي وجهه نظر، مش حاطينك في الجهاز انت كمصري عشان خاطر تقف تتفرج وكل التمرين تقف كده مش عارف ايه والكلام ده. لا المفروض تتدخل، المفروض تشوف ايه الدنيا، المفروض تفهمه وتوضح له طريقه لعب الخصم. المفروض ده واجبك. ان شاء الله ربنا كريم وننسى اللي فات، ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. مارسيل كولر يقدر يذاكر الخصم اكتر عشان يقدر يلعب على نقط ضعفه ان شاء الله، ولاعيبه الاهلي يبقى رجاله الماتشات اللي جايه طبعا، باستثناء انا مش بقول يبقى رجاله ان احنا بندعمكم، لا، جمهور الاهلي في ظهركم وانتوا كويسين وانتوا خايفين على النادي، العبوا وادوا وضيعوا هنقول قضاء وقدر، ربنا اللي عايز كده. لكن تبقوا متبردين في الملعب ومفيش كوره اصلا ومفيش هجمه، لا، جماهير الاهلي مش في ظهر اي حد بيتخاذل.
ان شاء الله. ان شاء الله ربنا كريم ويكرم النادي الاهلي باذن الله باذن الله، ايا كان مين اللي موجود، لان احنا في ظهر الاهلي وفي ظهر اي حد يخص النادي الاهلي ان شاء الله. ونتمنى كابتن محمود الخطيب يبدا يدعم ويبص للاهلي، مش في شهر واحد نتفاجئ ان هو جايب لي لاعب واحد بس، وان الله يحب المحسنين. ان شاء الله ربنا كريم باذن الله. السلام عليكم.